أعضاء الجمعية الوطنية وواحد منهم من المجاهدين والكبار يرجي، فأنا أخاف من أمريكا، أخاف أحكي وأخاف. يابا احكي شجاك، من خايف أنت؟ هذا هم صدام. لم أرى علامات الخوف عنده، رأيته متماسك، وكان يقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، عاشت فلسطين، الموت للفرس المجوس. نظر لي بنظرة فاحصة، أنا نظرت له كذلك بنظرة يعني نظرة الشزر لعله، وقال لي دكتور هذا للرجال. صدام جبان في بعض الأحيان. هسه عدد أسامي وتحمل مسؤوليات قانونية أنا في غير. لا وين موجودة؟ من يقدر يوقف أمام صدام حسين؟ من يقدر ينطق كلمة أمام صدام حسين؟ هذا رأي الملك فهد في صدام حسين، وهو جوابي عنه بشكل فظيع، وخاصة تأثير نظراته، عنده شيء مغناطيسي عجيب، كل الناس اللي يعرفوه وحتى رؤساء الدول حقيقة أنا سمعت من كثير من عندهم. واحد منهم الملك الحسن ملك المغرب. ملك المغرب المرعب، ملك المغرب الجبروت، والله والله أخ أحمد قال لي يا لطيف الأخ صدام إذا حضر مؤتمرات القمة أو شيء من هالقبيل يقول لي وكأن عسنا الطير. صدام حسين يتقن عملية الحكم، له هيبة، له حضور، له كاريزما، له عصبية. تروح تكريت تلقى ناس وراه، تمشي بالشارع كهرباء، يمشي بالشارع شارع كهرباء. فهمت كيف؟ ترى الحكم نصه هيبة. شوف أنا ما أعبر لا عليك ولا أنا صدام حسين أخوات. جنوني عظميتي بلان تابلي يجي ركبه تابلي وريابه وجو برامبري خوي أخوانده وجارك لناو قفزة كشا لناو قفزة كشا وكو عرب لي مهاب ترشي نربو بيا لناو قيت يعني هرترز بويا عذاب ورزي أرزي كان تكويني يعني فسيولوجي، تكويني شخصية فيني بيوبو و بمنطق سيأكد كتورة أبو نوعي تردر أتشو يعني وكو عرب لسطوتي هبو لسد وروبري أنت من وكو نكتاي جرما جارك توربو نازان مشي أوانا يجيك لقاضية كان بياوي تخش من كتا أو تنشتم لسر ورقك بوين مسلم وانت والله ده متشاي ونترسنا كنايور بسيري بكم يعني. فالمساعد بتاع عادل سليمان راح ايه ملبسني كاب عشان الهوا بقى الناس هتصور وبتاع مش عارف ايه، مبقاش واحد بقى شاف تلاقي شعره طاير مش عارف عامل ازاي، حاجات زي كده. كان ايام صدام حسين. الكاب اللي لبسه لي عادل المساعد بتاعي عليه العلم الامريكي فانا مش واخد بالي ولقيت الناس نظرتها اتغيرت. رحت العامل قلبه، وبعدين لقيت بقى ناس واقفه على المسرح شبه صدام حسين بالظبط، شبه بالمدفع والطوال وشنب. قلت لهم بقول لكم يا اولاد احنا رايحين دوله بوليسيه، فخلي بالكم بلاش كلام فارغ. وهم قاعدين لك يا سلام على الرئيس صدام حسين يا سلام. هل اسعدك منظر الرئيس السابق صدام حسين وهو يجر الى حبل المشنقه وحسيت؟ لا ابدا، انا بكيت على هذه اللحظه حقيقه، واعتقد انها لحظه يعني ايضا من اللحظات المثيره، واعتقد انه من قام بهذا العمل يعني قدم اكبر هديه للرئيس الراحل صدام حسين، وبالنسبه لي غفر له ما يعني كل ذنوب ما تقدم حقيقه، لانه اولا يعني ظهور صدام حسين في تلك اللحظه كان ظهور البطل، وكان اشجع واكثر رجوله من اعدموه، حتى في طريقه تصرفه. يعني كانت طريقه اعدام صدام حسين طريقه عصابات، لم تكن طريقه دولة متحضرة ديمقراطية يحاكم فيها الناس بطريقة جيدة. يعني كانت الناس ترتدي الأقنعة، هذا دليل أنه على الجبن الذي كان في النفوس. كان صدام أرجل منهم وأشجع منهم في تلك اللحظة. وعندما رأيته في القفص هذا الرجل من كثر ما سمعنا عنه وشفنا عنه أنا كانت لدي رهبة في ذلك.
السياسيين، دعش واحد من حزب الدعوه يعني يجادلوني. موفق الربيعي قال له، موفق الربيعي كان شويه طقطق خايف حقيقه، انا شفت تصريحاته. موفق الربيعي ايش فيه؟ كان يطقطق شويه خايف. يطقطق اي فكان شفت انا قبل شويه من اعدام صدام مصرح تصريحات وان صدام وانا حضرته وانا من صعدهم شنو، ولا علاقه الرجال لا منها ولا عليها، لا صعد ولا منزل، هو رجال جاء ضيف وكان يطقطق. صدام قال له ايش بك يا ولو خايف؟ قال له اني خايف انت يعدموك لا انا يعدموني. صدام قال له اني الان تخوفني بالموت، انا من سنه 59 انتظر هذا اليوم اصعد على المشنقه. صدام يقول إيه حقيقه انا كان رجل متماسك حقيقه. بالبدايه كان قلت لك مخيف ومرعب، بعدين كان متماسك. الداعي العام منقذ ووكيل وزير العدل كان جنبي، انا كنت في الوسط ومعي اوراقي. دخل علي صدام حسين الساعه 6:05 تقريبا هيك الصبح الفجر، كان الدنيا بارده، الجو بارد كلش، وانا كنت البس بالطو اسود. فدخل عليه هو لابس بالطو اسود، وهاي السداره البغداديه مالت نلبسها ببغداد جماعتنا نلبس. فكان صدام حسين، انا اسمع عن رعب صدام حسين، ارتكاب الجرائم المعروفه في العراق والكويت وايران وشبابنا اللي قتلهم. فهو هذا صدام حسين دخل عليه المجرم، عيونه كانت حمراء ومفتوحه كلش، مخيف يعني حقيقه. انا صابتني نوع من الرعده في رجلي حقيقه اقولها، فكان مخيف. مالك على هيبة مالك اللي يعادي هيهامك، ويا صالح دود الفلك سيفه يمينه ركزه. مالك على هيبة مالك اللي يعادي هيهامك، لو يا صالح دود الفلك سيفه يمينه ركزه. نقف على حد الخطر نحم ولا نعطي ظهر، ما هو خفا الا جهر، هالصعب يحنن الجزع. واذا نحنا مفخره طيب بنا ما نذخره، من هو يتردى ننحره حنا السلاطين ننزل. الارض الوطن انتم ذخر في قلوبنا مثل الحجر، ننحت على صم الحجر ما همنا كثر السهر، اللي بهوانا ننجزر. واذا نحنا مفخره طيب بنا ما نذخره، من هو يتردى ننحره حنا السلاطين ننزل. الله خلق بين السطر امجادنا ما تنحصر، بالقمه دايم نشتمر والسيف حنا نبزر. حنا على سيره بكر حتى اللي وايل بكر، فعله على طول الدهر ما فيه شي يعجزه. بها قوته قام وكسر التبعي وسط القصر، ظلمه ولا فيها قمر واللي يريده احرزه. خزاز واقع الذكر جبل رقاده من سطر، واللعب راسه وانتصر رمحه وبيده غرزه. مالك على هيبة مالك اللي يعادي هيهامك، ويا صالح دود الفلك سيفه يمينه ركزه. مالك على هيبة مالك اللي يعادي هيهامك، لو يا صالح دود الفلك سيفه يمينه ركزه. حنا